مالك شكلك قلقانة ومتوترة؟ خير، في حاجة ولا ايه؟ يعني محتارة، مبقتش عارفة الواحد المفروض يركز على ايه في التربية. يعني هل المفروض اركز على انهم يذاكروا ويجيبوا مجاميع كويسة وده مبقاش مضمون في حوارات الثانوية العامة اللي بتحصل دي، ولا المفروض اركز على نفسيتهم وانهم يبقوا اسوياء نفسيا، ولا نركز على الدين، ولا نركز على الفلوس وطلباتهم نكفي طلباتهم واحتياجاتهم المادية؟ محتارة فعلا، كل شوية الدنيا بتتغير والمعايير بتتشقلب، مش عارفة، حاسة نفسي تايهة. معاكي حق فعلا، الدنيا بتتغير والمعايير بتتغير بسرعة. تعالي نفكر كده، انت شايفة من وجهة نظرك اللي بيعرف يعدي من الظروف اللي بتتغير حوالينا دي اكتر حد بيبقى عامل ازاي؟ مثلا ساعة ما حصلت أزمة الكورونا وأثرت على ناس كتير ماديا، اللي عرف يعدي الأزمة دي اللي كان عنده مرونة في التفكير، بيعرف يتكيف، يعرف يفكر. معاكي حق طبعا، اللي بيعرف يفكر ويتكيف مع اي حاجة غير متوقعة بيقدر يعدي اي ازمة باقل خسائر. وشايفة ايه كمان؟ الصدمات والأحداث المفاجئة بتحتاج إيمان قوي بربنا، من غير لجوءنا ربنا ما نقدرش نعدي أي أزمة في حياتنا. أكيد طبعا، القرب من ربنا بيهون حاجات كتير، حتى لو المشكلة نفسها ما اتحلتش ربنا بيديك القدرة على التكيف والتحمل وتقدري تعديها. مهم كمان يبقى في حد حوالينا بيدعمنا نفسيا، بيهون علينا، بيحسسنا اننا ممكن نبقى احسن، بيساعدنا نفكر بشكل احسن. مهم كمان ان الانسان يبقى متحاوط باللي بيحبوه حب حقيقي بدون مصلحة، زي اهله واصدقائه المخلصين، وجودهم مهم جدا. ده حقيقي، السبورت مهم جدا، حتى في الأوقات الحلوة مش بنفرح ونحس برفاحة غير في عيون اللي بنحبهم. افتكر كده بقى اسهل عليكي انك ترتبي اولوياتك في التربية. تعالي كده قوليلي هنرتبهم ازاي وتبدأي بايه واهم حاجة ايه؟ أول حاجة هركز إنهم يبقوا قريبين من ربنا وتبقى بنيتهم الدينية قوية، لأنه الزمن ده فيه فتن كتير قوي. تاني حاجة المرونة، يبقى عندهم مرونة في التفكير، يفكروا ويتقبلوا أي حاجة غير متوقعة بشكل إيجابي. تالت حاجة أحاول على قد ما أقدر أدعمهم نفسيا عشان ما يبقوش معقدين ويفتقدوا احتياجات نفسية يدوروا عليها برا البيت. تفتكري محتاجة حاجة تانية؟ محتاجة كمان تركزي ان هما يبقى عندهم وعي بمهاراتهم، بمواهبهم، نقط قوتهم، عشان يقدروا يطوروا من نفسهم. في الزمن ده الشهادة ما بقتش كافية، لازم الواحد يبقى عنده مهارات ويطورها ويبقى عارف يستغلها ازاي، ويبقى عارف يتكيف مع الظروف اللي بتتغير. مهم كمان يبقى فيه حوار بينكم، حوار رايح جاي كده، لان النقط اللي قلتيها دي مش هيتعلموها بالتلقين ولا بالاوامر، لا دي محتاجة مشاركة وحوار وناخد وندي مع بعض. كل ما كانت علاقتك بيهم قوية وفيها دفى وامان، كل ما كان عندهم قابلية انهم يسمعوا منك ويناقشوكي ويقتنعوا بكلامك. اما يبقوا محتارين في معلومة يسألوكي ويفهموا منك. خلي بالك، كل ما تحطي الأولويات دي بشكل واضح قدامك ده هيسهل عليك الطرق اللي تساعدك تطبقي الموضوع ده. ربنا يوفقك.